حتى إن بعضهم من تسفله يقول قولا عجبا، يقول: أخبرني بعض الثقات أن سيد قطب كانت لحيته إلى سرته، أنحن في لحيته؟ وهل كفره أحد؟ إلى الآن لا أعلم عالما من أهل السنة المعتبرين ممن هم على منهاج النبوة كفره، مع أنه يكفر الدنيا كلها، ولكنهم لم يكفروه، وإنما قالوا: حشى آثاره بالبدع من كل صوب وأتى بها من كل حد، فهو مجمع بدع لمن أراد. أما تكفيره فهذا شيء آخر، لأن أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق ولا يتكلمون إلا بعلم. ليس التكفير عندهم هكذا جزافا كما يفعل هؤلاء الحمقى من المغفلين التكفيريين، وإنما يتوقون. تنبهوا عباد الله إلى ما يحاك لكم. أرضكم أرض إسلام، بلدكم بلد إسلامي، دياركم ديار إسلام، حافظوا عليها، قاتلوا دونها، جاهدوا من أجل أن تبقى مكاسب الإسلام في هذه البلاد، حفظها الله وجميع بلدان المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.